كابتن كلمني إيهاب بقى على الكابتن ايهاب جلال. الله يرحمه. الله يرحمه. كورة مفيش حد اتمرن معاه، يعني حتى قفشة وحسين أيوة أحمد الشيخ لعبوا في الأهلي مع مدربين، بص عاملة ازاي، امم. هو اللي خلاهم. كان صح. بيلعب قفشة ستة في إنبي. امم. الكابتن ده في حتة تانية خالص، الله يرحمه الله يعني، يرحمه. الله يرحمه، يا لهوي على الشخصية كمان. امم. يعني أنا بالكابتن طلعت، بالكابتن حلمي، بكابتن خالد القماش، كابتن هاني رمزي، كل دول اتمرنت معاهم. امم. ومنير أمونيكي، محمد حلمي، بتاع كل دول اتمرنت معاهم. اه. بابا فاسيليوس. اه طبعا. ماتش الأهلي والزمالك دوت، المعسكر كله بيبقى متكهرب. اه. انت ما يعني فرقتك هتلاعب الاهلي ولا الزمالك، بتبقى اكيد. في شده بقى. اه. والله الكابتن ايهاب كنا رايحين معسكر ماتش الاهلي، كنا المقصه، كنا فرقه جامده قوي. اه. وتاني يوم الاهلي هيلعبنا، اللي هو احنا هنسلمهم الورد لو الزمالك اتعادل او اتغلب، عشان هم ضمنوا الدوري. خدوا دوري. اوكي. فالنادي الاهلي مشدود، ما نعرفش نتيجه الزمالك ايه. امم. تمام، هم لازم يكسبونا عشان ياخدوا الدوري. اه. ونازل فول تيم بقى. يوميها الماتش بتاع النادي الاهلي بيبقى الساعه 9، اوكي. بيبقى متاخر اخر ماتش، اه. مش 5 و4. فالعشاء في الفندق الساعه 9 مثلا. امم. فراح جايبنا انا وصلاح امين ومحمد ابراهيم وعمرو مرعي وبتاع. انا عارف ان انتوا مش هتناموا دلوقتي، اه. وناموا براحتكم. الساعه 12 بالليل بيخبط جاب لنا بيتزا كل واحد. ايه ده ازاي يعني؟ والله العظيم مفيش ضغط. يعني ده هو يعني والفطار بيحاول. فري. لا ما هو ريكو انا هو مش عايز اشده، بيخرجك. ريكو مثلا بينام الساعه 11 12 واحده، مش عايز اشدك. ايوه هو عايزك يومك تبقى الطبيعي طبيعي. طبيعي جدا ده تعامل نفسي على فكرة. جدا. امم. آه انتوا ما بتناموش بدري، اللي ما بينامش بدري ما بينامش بدري، نام براحتك، الماتش الساعه 9، الفطار فري. اه. عارف اللي هو مخلونا فري عشان نجيب لكم بيتزا وانزلوا براحتكم بقى على الغدا. امم. روحنا الماتش، طلب مننا دبش الدقيقة 55. اه. تلعب النادي الأهلي ناقص الدقيقة امم. 55 في استاد القاهرة، امم. والنادي الأهلي لازم يكسب عشان ياخد الدوري. تلعب مين بقى، كله كان مع فايلر ساعتها، اه. ديانج والسولية وكهربا طبعا وكله. طبعا، وفايلر كان ساعتها مكسر الدنيا مع الاهلي ده. الدقيقة 60 بقى أنا إيه، ومحمد إبراهيم كده كشينا شوية. اه. ف قعد محمود حمدي ساعتها الجون، جابنا أنا وعمرو مرعي ومحمد قعدوا يعني إبراهيم. قال له كأنك عايزنا مصاب هو يعني. بقى اه. اه. وميدو جابر، الطقم الديفندرين بالثلاثة اللي قدام. اه. قال لنا لو رجعت لورا هطلعكم كلكم. امم. والله العظيم. والله كهربا نزل لي الماتش ده الدقيقه 75، امم. كان نازل احتياطي، فبقى بيكلمني بيقول لي يا ابني انتوا فرقه جامده قوي. هو امم. كهربا اخويا يعني. اه. قلت له، قال لي ده فايلر اللي احنا بنقول عليه بيلعب كوره، وانتوا ناقصين، بيقول لك سيبهم يحضروا عشان تعرفوا تقطعوا منهم. يا خبر ابيض. والله العظيم ده حصل. ده ذكاء من كابتن ايهاب جلال. لا ده عنده الجول، لو طفش هيقول له واحده تاني كمان وهطلعك بره. عادي. باصي على مسؤوليتي. امم. يعني انا كنت بلعب معاه ستة، كاني لابس جرافات. امم. ما بهزرش والله. اه. غير ستة معايا مدرب تاني في العالم اللي هو بقى اتمرنت يقعد معاه. يتاكلينج بقى ومبهدل نفسه لا في انا بنزل ما الملعب. بين رايح السردباكين جد. وبطلع بالكوره، اه. هو عارف ميزتي ان انا بلعب لقدام. امم. مش لازما بالعرض والورا، لازما تضرب له خط. امم. يعني محمد ابراهيم وميدو يقول لي يا ريكو انت باصي هنا، لو ما لقيتش محمد ابراهيم وميدو هما اللي بيستلموا، انا حاسبهم هما مش حاسبك انت. اه. تمام. تمام. لا كوره مختلفه عن اي حاجة مدرب تانية. اتمرنت معاه، حتى حاجة الاجانب. كمان احسن من الاجانب والله كتير. والله. الله يرحمه والله، كان راجل محترم أوي. وبقى مفيش بقى ريكو اتقطعت منه الكوره بقى هزله ومش هلعبه وبتاع مفيش الكلام ده. ممكن تتعب منك انت، يروح مزعق ليا ليه؟ عشان ما اتحركلكش. ما اه. بهزرش. اه. اه. لا ما فيش الجمهور يزوم عليك مثلا. يعني كان في مواقف اللعيبه بتحكي لي من الزمالك، موقف مثلا مع احمد توفيق مثلا، اه. جمهور الزمالك زعل على احمد توفيق، احمد توفيق مستواه مش كويس، مش عارف ايه، كان بيلعبه برضو اه. مش دعوه بحد. امم. امم. هو ما بيتحطش نفسه في ضغط ولا امم. زعلش مني اي حد تاني غير الكابتن ابو الله يرحمه مع الاسماعيلي، كان ممكن ينزل من سنتين. اه طبعا. ما طبعا بهزرش. طبعا طبعا. والسنه دي كابتن حمد، والله العظيم احسن واحد يمسك نادي الاسماعيلي هو عارفهم. اه طبعا اكيد. عامل شغل والله كويس، عامل رغم شغل، ظروف فيش ايه رغم قيد الظروف ومفيش ورغم بتاع. الظروف ونصهم لعيبه صغيره اه. كلهم، وما اه. عندوش سكواد بره اصلا ينزله. يعني بصيت على امم. الدكه مش لاقي حد ينزل. حتى احمد الشيخ مثلا، احمد الشيخ مصاب. في المقصه حاجه. لا انا بتكلم على الكابتن ايهاب جلال، لما كان مع احمد الشيخ في المقصه وبتاع. احمد الشيخ في المقصه حاجه وفي الاهلي حاجه تانية. يعني لما كان في المقصه كان بيكسر الدنيا مع الكابتن ايهاب جلال بصراحه. حتى لما راح مفيش الاهلي لعيب ورجع كوره اعاره برضو نفس الموضوع. مفيش لعيب كوره
مره على الكابتن ايهاب لعيب كوره، يعني امم. انت فاهم قصدي، لعيب كوره. امم. مره على الكابتن ايهاب ومش هيشكر فيه. طبعا. امم. يعني والله والله، يعني هو يخاف من ماتشات مثلا ايه. كان عندنا مثلا بعد الكورونا، اه. كان هو لسه جاي، كنا كان معانا الكابتن ميدو. اه. كنا 13 بونت. في الجونة. لا، في المقصه. في المقصة كنت تلعبوا الجونة. لا مش بيلعب الجونه، ما بين امم. الدورين، كابتن ايهاب جه ما بين الدورين. كابتن ايهاب جه بعد ميدو. بعد ميدو. اوكي. كنا 13 بونت في الدور الاولاني. اه. كنا اخر فرقه تحت. اه. فرقه فيها مين لما ميدو طلع عليه التصريح ان انا هروح بيهم كاس عالم ايوه انديه قبل ايوه. الموسم. وعندنا هو معسكرات في مصر لا، كلها. استنى بس قبل ما نكمل الحتة دي. هو لما قال التصريح ده ميدو، انتوا كلعيبة في الفرقة هو مش قصده وصله احنا كاس العالم انديه، قصده ان احنا ممكن نبقى في الاربعه ولا الثلاثه الاوائل. هو بيقولها لان فعلا احنا كنا فرقه جامده قوي. حط عليكوا ضغط يعني؟ ضغط ايه المقصه يعني ما. لا اقصد يعني ضغط وانتوا بتلعبوا. يعني المدير الفني بيقول لك الفرقة بتاعتي دي اروح بيها كاس عالم أندية. دي اديتكوا ثقة اكتر احنا ولا خدنا كانت؟ تريقه ايه. ما انا بالظبط عشان كده مم. بسألك. لا اتعاملتوا طبعا مع اتحط في لعيبه اتحط التصريح عليها ده؟ ضغط، ولعيبه اه احنا اتعاملنا انتوا مع، لا احنا اتعاملنا معاه مضحك عادي. مضحك قعدتوا تضحكوا يعني؟ مم. اه. يعني فاهم اللي هو الموضوع، بس انت فرقه جامده. امم. يعني احنا مصدقين احنا فرقه جامده قوي. انت اه. بتتكلم في مين؟ بتتكلم من ورا، من قدام صلاح امين وعمرو مرعي، انت عندك ومودز دوت جاي ثلاثه فراوده جامدين قوي. امم. تلعب واحد فيهم. اه. عندك بيكلي، وميدو جابر، صلاح عاشور، وعندك محمد مسعد. امم. مش عارفه ومش عارف انسى حد، بس كنا كتير قوي. في اسماء تقيلة. الديفندر انا وشبيتا وكابتن هاني سعيد والتوني ومحمود وحيد وإيريك تراوري. امم. لا، كنا فرقه جامده قوي. امم. خدنا 13 بونت في الدور الاول. مع ميدو. اخر فرقه تحت. اه. ليه؟ طب ما ميدو مثلا لما نشوفه بيحلل في التلفزيون ولا حاجه، الراجل كلامه مقنع قوي. ايه اللي كان؟ وفي التمرين كان جايب اتنين اجانب كويسين قوي معانا. في بس هي ما التمرين كانتش ماشيه بقى ما كانتش ماشيه. اوكي. خالص. اوكي. يعني ما- الموضوع ما كانش كوره، بس ما كانتش ماشيه، فهو مشي يعني قبل ايه ما كانتش الدور. كوره؟ بس استنى، يعني ايه؟ يعني كوش عايز تخش ما تعرفش في ايه. يعني هيكون في ايه يعني؟ ما يعني مفيش تفهمش. توفيق بس يعني اه تقصد؟ توفيق. اوكي اوكي. فمشي قبل الدور ما يخلص ماتشين، كنت انا عامل بقى ايه بعد ما هو مشي، كنت انا عامل مشاكل في الاداره برضه. كنت عايز امشي. اه. فجيت كابتن ايهاب، الله يرحمه يعني، في المواقف اللي انا مش هنساها ابدا. امم. راح الاداره، فلو حاطين ريكو شريف حازم، مش عارف كام اسم كده اللي انا مش همشيهم. امم. قال لهم ريكو دوت مش هيمشوه حتى لو جاب كام. قاعد. ده قاعد معاه مالكوش دعوه بيه. يا اه. كابتن ما بتمرنش، انا كنت بقالي اسبوع ما بتمرنش. امم. كان في حاجه ما بين الكابتن جمال عمر كان ماسك هو الماتشين، فجي انا راجل لاعب مع ميدو الماتشات كلها، فجي ما لعبنيش فعملت مشكله فوقفوني. اه. فقال لهم سيبوه ده انا هتعامل معاه. اه مالكوش دعوه بيه. اه. رايحين معسكر اسماعيليه، بلغوه ان هو يجينا على اسماعيليه. اوكي. رحت اسماعيليه. كان ساعتها اللاعب اسوان. هو واضح ان هو بيحب لعيبه الكوره، قوي اللعيبه اللي عندهم كوره. قوي، الله يرحمه قوي. الله يرحمه. فروحنا معسكر في اسوان. فقال لي يا باشا انت مش معايا في الماتش ده، انت هتتمرن. يعني الفرقه لو بتمرن تمرين تتمرن ثلاثه. امم. فكان بيمرن الواحد الصبح مع كابتن حمد. امم. هو بيمرن بعد الفرقه بعد الظهر. اوكي. رايحين الماتش، انا على الدكه مش هلعب. رايحين الماتش، الدوري اتوقف بسبب الكورونا. اه. لعبنا الماتش بعدها بشويه، لعبت وجبت اول جول ليا في مسعد عوض الشوطه. اه. كان بيجيبني كده يقول لي بص، لو ما شوتش 3 4 شوط حتى لو في السما مش هلاعبك. ما هو بيطلع في كل ميزه في كل واحد. شوف كان ايه اللي ياخدني عندك كان ياخدني انا وميدو مميز. جابر محمدين بعد الماتش اه. وصلاح امين، فاولات وشوط وبتاع، اي حاجه في ميزه فيك هتطلعها لك. يشتغل عليها. جبت 3 اجوان معاه في 10 ماتشات وانا ديفندر. امم. مدرب كبير الله كنا قبل يرحمه. الاخير مشي وسابنا الرابع. مم. كسبنا 7 ماتشات ورا بعض. اه. غلبنا زمالك ودجله بس معاه. امم. مدرب الله يرحمه. وبعدين ولا زعيق، هو مدرب شخصيته قوية بعينيه. يعني موقف مثلا بنلعب النادي المصري في برج العرب، امم. المقصة كسبت 2-0. اه. ومودي وتوني شدوا مع بعض في الملعب. اوكي. ايوه مدرب هيعمل هيصة. عمل ايه هو. ايه بقى؟ كمل ماتش وكسبنا تاني يوم الصبح. انا كنت 3 انذارات موقوف، فبجري حوالين الملعب عشان عندنا دجله بعدها بيومين على طول. امم. هو وقف مع مودي وتوني كده، قال لهم انا عديت الموقف، انتوا الاتنين بره الماتش الجاي، امم. والبونت اللي هخسره ب 10000 جنيه كل واحد. يا خبر ابيض. واتغلبنا واتخصم منهم كل واحد 30000 جنيه. امم.
من غير بقى كلام ومن غير من غير بقى زعيق رغي ومن كتير لا 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 بقى لا لا لا. انا وزعيق خدت القرار وبتاع. وانا نايم، انا خلاص من بعد عادي. الماتش واخد القرار، بس قلت لكم دلوقتي مم. اتمرنوا مع ريكو، اجروا حوالين الملعب، وانتوا بره الماتش الجاي انتوا الاثنين. مم. ولو والبونت، كسبت مش هخصم حاجه. اه البونت اللي هخسره ب 10000 جنيه. نهار ابيض. والله العظيم. ساعتها اصلا ساعتها ما كناش بناخد فلوس، كنا بنقعد عشانه هو. كان كل تمرينه يقعد تحت، ما هي الاداره كانت اتفصلت بقى. مم. محمد عبد السلام ساب الشركه، ما مم. الشركه كانت بتصب على النادي، اه. حصل مشكله مش عارف ايه في نقابه ايوه ايوه. اداريه وبتاع، مم. فالنادي اتفصل كله، فكلنا مم. لينا فلوس. ما بناخدش فلوس، بس احنا بنيجي عشان خاطر كابتن ايهاب. تتمرنوا عشان خاطره بس. اي لعيب في المقصه اساله يقول لك كده. مم. كان بينزل يقعد في الاوضه مش عايز يطلع، مم. ننزل له انا وصلاح امين وحسني فتحي ومحمد ابراهيم اللعيبه الكبيره، يا كابتن احنا قاعدين عشانك. قال لهم طب انا بعمل كده عشانكم، انا بضغط على الاداره طلع لكم فلوس انتوا. مم. يا كابتن يلا يا كابتن عايزين نلعب عشان احنا ماشيين كويس قوي، احنا اللي بيجي قدامنا دي بديله، احنا ماشيه، مدين دي اسماعيل ماشيه 4. بالعكس بقى. يعني المفروض اللعيب بيقول لك انا مش هتمرن مثلا عشان لا فلوس. مش عايزين ده نخسر هو مش لحظه عايز معاه في ينزل التمرين. التمرين، مش عايزين تخسروا لحظه معاه في التمرين. انا بستفاد. انا كنت رايح منتخب مصر انا ومحمد ابراهيم ساعتها، مم. يعني خدوا مني الباسبور ساعتها، كان مم. ساعتها كابتن حسام بدري. اه. يعني طلبونا من ال 40 لعيب اللي هو بيتلموا ايوه دول ايوه ايوه. وبيصفوا، القايمه اللي هي المبدئيه رحنا دي. مع ال 40 وما رحناش وخدوا الباسبور. مم. فانت لاقي نفسك في حته تانية خالص، ما طبعا. انت ماشي من الزمالك وفي المقصه كنا كويسين مع كابتن عماد، السنه اللي بعدها مع كابتن يوسف كنا كويسين، اخر سنه ما كنتش كويس، مم. مع نصها مع ميدو، هو جه لحقنا بقى كلنا، حيانا كلنا. مم. مم. ما هو ده اللي كان هيودي محمد الاهلي السنه دي، اه طبعا لما محمد ابراهيم الدور التاني تألق. مع اه. الكابتن ايهاب. امم. اه والله. صح. كان معانا فوافي، كان معانا ناس لا هو فايلر لو كان كمل في الاهلي كان محمد ابراهيم رايح. رايح رايح. امم. كانوا مخلصين، كان ساعتها تقريبا امير توفيق مخلص مع كل اه حاجه، كل حاجه. امم. لان محمد كان قريب مني الفتره دي قوي. اه. وحتى بتوع بيراميدز لما راحوا له كنت انا ساعات مع محمد كانوا قاعدين معاه. وكان موافق يروح الاهلي محمد اهو. اه. الدنيا كانت تمام ما فيش. وبيراميدز بعد ما موضوع الاهلي خلاص موسيماني كان رايح بيراميدز، مش عارف حصل مشكله في الفلوس وما راحش، ما راحش. راح السيراميكا. اه. فالكابتن ابدا كابتن افضل حد، افضل حد. مش علشان انا بس، لو سالت لعيب مره عليه هيقول اقول لك كده كده. اه. يعني قفشه اهو في الاهلي اتمرن مع كذا لعيب، وحسين الشحات مع كذا مدرب، اه. ويقول لك ان هو اجمد واحد طلع كورته لغايه دلوقتي. مم. عشان هو راجل بتاع كوره يعني. بس يحب الفنيات ويجيب الحلوه دي. حق اللعيب لو ايه، فطبيعي انت كلاعب هتطلع كل اللي عندك يعني ملوش دعوه مثلا احنا ماشيين وحش فلينا فلوس فما يطلبهاش عشان احنا ما عشان انتوا مش. وحشين لا مفيش الكلام ده، مفيش مش كلام. هنزل الملعب. امم. طلعوا لعيبه شيكات مش هنزل الملعب، امم. فانا بجيب لك حقك. فهتموت نفسك في الملعب طبيعي. وبعدين الماتش سهل، امم. مفيش ضغط عصبي خالص. اه الدنيا بسيطه. ده والله اول محاضره ليه احنا عندنا 13 بونت، امم. والله العظيم اول كلمه قالها، قال الاسماء اللي قدامي دي، الاسماء اللي قدامي دي انا مش هقول لكم عايز كام بونت بعد ما نعدي الماتش الجاي ده، كان ساعتها ماتش اسوان كان هو خايف منه، اه. اعدي الماتش الجاي ده اكسبه ان شاء الله، وهقول لكم انا طالب منكم الدور التاني كام بونت. امم. انا مش بركز ان احنا ننزل خالص بالاسماء اللي قدامي دي كده. امم. فطبعا فرقت. ده اول كلمتين في امم. المحاضره. امم. انا مش مركز، مش هبص على الجدول دلوقتي، انا هبص عليه بعد 10 ماتشات امم. كده، والله العظيم. احنا رابع، احنا كسبنا 7 ماتشات ورا بعض 21 بونت، ورحنا تعادلنا مع نادي الاهلي، تعادلنا كام ماتش، اتغلبنا دجله وزمالك بس. مدرب كبير، ربنا يا رب يرحمه ربنا والله. يرحمه.